السلام عليكم ورحمة الله. والله دي بجد مفاجأة لكل الشباب اللي كان عمال يقول أنا عايز أشتغل على قلبي بجد. بفضل الله عز وجل هنبدأ في أبجديات أونلاين، وتحديدا في مشروع المدرسة التربوية القسم الثالث، والقسم ده في المدرسة سميناه مدرسة تطهير القلوب. ومنهجنا طبعا هيكون الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين، واللي هو في الكتاب ربع المهلكات اللي هي مهلكات القلوب. والجزء ده مهم جدا 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 لأي حد عايز يشتغل على قلبه وعلى أمراض قلبه وعلى آفات قلبه عشان يرتقي لله عز وجل وقلبه نقي وسليم. وعشان القسم ده في الكتاب مش صغير فقسمناه دورات قصيرة، مع العلم ان الدورة زي ما انتوا عارفين بتكون لايف، بث مباشر مش بيتعاد إلا كدرس مسجل، يتم شرح المنهج ويوضع له الواجب والبرنامج العملي كمان عشان نحول العلم العملي. وبعد ما تم تقسيم الربع الثالث رجعنا دمجنا أول قسمين عشان يتاخدوا مع بعض في مرحلة واحدة. فالقسم الأول هيكون كأنه دورة مستقلة وسميناها مفاتيح إصلاح القلوب. وهنا بقى هنتعلم مواضيع مهمة جدا وكتير كمان جدا، منها إيه هو القلب، وإن القلب ده قابل للهداية والضلالة، طب إزاي، وإيه هي الأبواب اللي ممكن قلب أي بني آدم يضل منها ويحرس الأبواب دي إزاي. ونقطة مهمة جدا وهي الفرق ما بين حديث النفس وعمل القلب، وأحوال القلوب في الثبات والتردد، وتعرف حال قلبك أنت إزاي. والقلب ده بقى له سوفت وير، إيه هو بقى السوفت وير، وإزاي أغيره أو إزاي أصلحه، وهل أخلاقيات الإنسان لها علاقة بالموضوع ده، وإيه هي الأخلاق أصلا. ونقطة برضو مهمة وهي إزاي تصلح نفسك. وهنا نفسك اللي هي نفسك، ونفسي وما سواها، نفسك أنت، النفس دي بتتصلح إزاي. ونرجع نتكلم عن علامات مرض القلب إيه هي، وعيوب النفس اللي انت مولود بيها او التحديات بتاعتك في نفسك ايه هي، وطرق اكتشاف الامر ده لازم تكون واضحة بالنسبة لك وايه هي كمان. ونوصل لباب غاية في الاهمية لكل اب او ام او اي حد متزوج، وهو باب في رياضة الصبيان. والمقصود هنا تربية الرجالة. فلو عندك ولد انت بتربيه لازم تفهم انت بتربيه ازاي، ويكون عندك منهج في التربية. وابن قدامة عمل ده في مختصر منهاج القاصدين، ففي منهج لتربية الصبيان، وبالمناسبة ده على الدين والدنيا كمان. وبكده نكون ختمنا القسم الأول من المرحلة دي، وندخل في القسم الثاني على طول. والقسم ده فيه عمليات جراحية في القلب في غاية في الخطورة، وسميناه دورة لضمان الجنة بإذن الله. وهنتكلم فيه عن ازاي تتحكم في الشهوات وأهمية الشهوات. وأول شهوة هنتكلم عليها شهوة البطن، تتحكم فيها ازاي بشكل عملي. وبعدها شهوة الفرج بكل صورها وازاي تتحكم فيها برضو بشكل عملي. ثم نصل إلى التحكم الكامل بإذن الله تعالى في اللسان، فتتحكم في خيره وفي شره. وبعدها ندخل على غرفة العناية المركزة، ودي غرفة غاية في الأهمية عشان نستأصل أعظم أمراض القلب، الغضب والحقد والحسد. والمنهج الموضوع يستأصل الأمراض دي من جذور القلب، وبإذن الله تعالى نعالج كل واحد منهم أيا كان سببه. وتخيل بعد كل ده إن دي شوية عناوين من أول مرحلة في مدرسة تطهير القلوب، وأرجو من ربنا سبحانه وتعالى إن كلنا نهتم بيها وننضم ليها. وبإذن الله تعالى أشوفكم هناك.